كان جبريل جالس قدام النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع واحد الصوت اللي هو قوي بزاف وفي السماء. جبريل كيشوف في السماء تبقى مشلوط وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم فتح باب من السماء لم يفتح قط. يعني ديك الباب هذاك اول مره غادي يتفتح. ما دازتش الا لحظه قليله بزاف حتى وصل هذاك الملك. قال جبريل: هذا الملك لم ينزل الى الارض قط، ولكن في هذيك اللحظه جبريل جاه الخوف وحنا راسو. وقف هذاك الملك قدام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وجاوب بزاف ديال الاسئله بالراس ديالو. علاش جبريل اللي هو من اعظم ملائكه واقواهم ملي شاف هذا الملك هذا تواضع، يعني حتى صغر من التواضع؟ شنو اللي وقع؟ وكل هذه الاسئله هذه بقات في البال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذاك الملك وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: السلام عليك يا نبي الله. قال: ابشر يا محمد بنورين قد اوتيتهما هذه الليله لم يؤتهما نبي قبله، فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره، ما قرات بحرف منهما الا اعطيته او اوتيته. هذه البشرى العظيمه اللي جاء بها هذا الملك العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه هذه. شكون هذا الملك وشنو السميه ديالو وشنو هو الدور ديالو عند الله سبحانه وتعالى؟ كان كيعجبك بحال هذا المحتوى هذا ما تبخلش عليا بالاشتراك وبارطاج مع الاصدقاء باش حتى انت يكون عندك الاجر. وما تنساش التعليق تقول لنا الراي ديالك او تعطينا شي قصه بغيتي نشاركوها مع المتابعين باش يكون عندنا الاجر جميعا. من بعد ما رجع هذاك الملك بحاله النبي صلى الله عليه وسلم غادي يرجع لهذاك السؤال وهذه الاسئله اللي حيراته في العقل ديالو. وقال لجبريل: علاش ملي شفتي هذا الملك هذا خفتي وصغرتي من التواضع؟ شكون هو هذا الملك؟ فجبريل صدم النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له: انا ملي شفت هذا الملك بهذه الجلاله وهذه العظمه هذه واللي هو اول مره غادي ينزل للارض وما كينزلش الا باش ينهي هذه الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب. فجبريل عليه السلام قال له: هذا الملك العظيم هو إسرافيل، ملك من أعظم الملائكة، وهو مكلف بالنفخ في الصور، وهو يعني لن ينزل إلى الأرض إلا بأمر بالنفخ في الصور. قال له جبريل عليه السلام: أنا من اللي شفته يعني يسحب لي غادي تقوم الساعة عليها تواضعت لله عز وجل ولجبروته والنهايه اللي كانت غادي توقع والساعه اللي كانت غادي تنوض. حتى مور ما دازت هذه الامور هذه النبي صلى الله عليه وسلم غادي يفيق في واحد النهار وغادي يفيق يبكي. وغادي تسولوا عائشه رضي الله عنها علاش كتبكي. بقى يبكي بزاف. فغادي يجاوبها النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم التقم صاحب القرن وينتظر اذن ربه بالنفخ في الصور. يعني هذا الملك العظيم اللي هو اسرافيل مكلف بالنفخ في الصور. وما ادراك ما النفخ في الصور، حيث اول نفخ غادي ينفخ في الصور غادي يمحي جميع الحياة على وجه الأرض. وهذه قصة أخرى غادي تكون في شي فيديو آخر إن شاء الله. إذا شفت التعاليق وأنكم بغيتوا هذه القصة ما تبخلوش علينا بالتعاليق وبشي جيم وبارطاجيو القصة مع الناس اللي عزازين عليكم باش يكون عندكم الأجر.